وبنروح لأم سيرجي وبيكون قدامها صندوق وبتقول هذا هو. لذا أعتقد داخل الصندوق كانت هناك أشياء خاصة بسيرجي وبيكون فيها لبس خاص بسيرجي. وبتقول وهي بتبكي انت ازاي سبتني يا سيرجي ورحت؟ كنت أعلم إن كل شيء كان كذب. أنا وثقت فيها من البداية، وده يعني إن كل تلك الشائعات حول إنها عايشة حياة سعيدة مع الدوق في المنزل. سيرجي المسكين وجهك على وشك الاختفاء من ذكرياتي، وكان كل ده بسبب المجرم اللي اسمه سيو. ايه اللي قدمته لحياتك؟ لماذا اتيت يا سيرجي؟ لماذا كان عليك ان تموت؟ لماذا تحتاج الى ان تكون فارسا؟ من الافضل لك ان تصبح ضعيفا وهادئا. اذا على الاقل لن تضطر الى الموت. لولا ان هوسك اصبح فارسا لن اضطر للوقوف امام جثتك المقطوعة، لان انا حاولت لسنوات اني ابحث عن جثة سيرجي. لا تغفر ابدا كل تلك الدرجات. اولئك الذين يعيشون بهدوء في مكان. يمكن كان سيرجي خايف بالطبع لان الاتنين دول اتخلصوا منك دون اي مشاكل، ام ان لا تزال تردك على انه انسان. هذا الوغد الاناني ليس افضل من الحيوان. في يوم من الايام لما كان سيرجي صغير اذنيه تألمت لما كان بيقص شعره، ومن ساعتها اتوقف عن قص شعره. اذا لم يتخلى إيفردين عن ابني بعد كل شيء، لا تزال أنستازيا إيفردين تحب سيرجي. لقد بدأت أنستازيا المواعدة مرة تانية، مع الفارق الوحيد إن الناس الآن يتجمعون حولها، وكان سيو هو اللي مش قادر يرفع عينه من على أنستازيا إيفردين وليس العكس. وبيقول سيو في باله ربما هي الشائعات الآن. أنستازيا محبوبة من الجميع، إنها لا تقاوم. هو في حد يكره الأشخاص الجميلين؟ لو إنني اتولدت في بيئة مختلفة كانت هتكون محبوبة ومش هيكون ليها أي علاقة بيا. لا يسعني إلا إن أفكر في إن سيرجي قد يظهر مرة تانية. ساعتها هل تقع في الحب؟ لا أعتقد إنه من الطبيعي إني أقع في الجنون، وما زلت أنفيها. أنا غيور من كل من يقترب منها. وساعتها ندى سيو على أنستازيا وقال لها تعالي. فردت وقالت قريبا، وقالت في بالها أتساءل عما إذا كان قد أدرك ما الذي عدت إليه في المجتمع لإنهاء حياتي. على الجانب الآخر كان بيتصرف في الآونة الأخيرة كما لو إنه لم يعد يهتم. الناس بتتكلم عليه، بتقول الناس بتتكلم عليه. بتقول إيه؟ مشهد لا ينسى تم تصويره أمام الناس. سيو من التالي وأنستازيا تتجول في غرفة المعيشة، لذا هو بيطاردها في كل مكان، والناس مش مصدقة ده وبيعتقدوا انه مضحك. وفجأة بتيجي ماريا وبتقول مش قادرة اصدق اللي شايفاه. وساعتها واحدة جنبيها بتقول لها انت بتقولي ايه؟ فقالت ماريا انت سمعتيني؟ انا قصدي بخصوص الوضع الحالي بشكل عام. فقالت السيدة انت على حق، بصراحة ده منظر استثنائي. ذلك الدوك ريدفورد انه يطارد ابنة إيفردين في كل مكان. انه مذهل. تخيل ايه اللي هتشوفه وهيحصل لو كان الكونت إيفردين لا يزال على قيد الحياة. ماريا هوسرون ليست من محبي الإيل والآل، عادة ما تتجنب المحادثات دي. وكملت وقالت في سرها ومن ناحية التانية سمعت انها تتبع الدوك، لكنني لا أعتقد إن له أي علاقة بكده. إنها لا تقوم بهذا النوع من الحوار بعد كل حاجة. وكملت وقالت هل سمعت بالصدفة إن أي شخص لم يكن لطيفا أن يغيب عن إيفردين الآن؟
هل عليك أن تدفع ثمنها فظيع مش كده؟ لو فكرت في كل اللي حصل وساعتها بتفتكر لما سيو طردها من القصر في يوم ما، وساعتها شافها سيو وكان شكله خايف على أنستازيا منها، وقالت في بالها ماريا أنا مش قادرة أصدق دي الطريقة اللي بتتعامل بيها مع الموقف. هل لا تفكر مطلقا في عواقب أفعالك؟ وساعتها اتعصبت ماريا وقالت انت بتعتقد اني هجري وراك من أجل الحب؟ أنستازيا غدرت وسرعان السيو راح وراها. ماريا تقول مكان الدوكا لم يكن ملكك أبدا، من الأفضل عدم القيام بشيء تندم عليه. لو لم أساعد الإمبراطور لكان قد خسر المزيد من السنوات. انت مفكر نفسك بتعمل ايه بحق الجحيم؟ هخليك تدفع التمن غالي يا سيو، على الأقل هيساعدك. هذا ازاي اقدر اخد حقي وانتقم منه؟ اوضح والدي انه مش عايز يدخل في مواجهة مع سيو. الدوك عنده بالفعل سيطرة صارمة على السلطة، لذلك مش هينفع أخفيها بالبساطة دي. سيو عمل حاجة هو مش واخد باله منها خالص وظهرها لي شخصيا، وهي نقطة ضعفه، وطبعا قصدها على أنستازيا. وكملت وقالت إن التدمير أسهل بكتير من الحماية. متى كانت آخر مرة رقصت فيها في القصر الإمبراطوري؟ وفجأة بتقول تحضر النقل، أنا لازم أشوف زينون. وبنروح لأنستازيا وبتقول هل تغيرت بجد إلى الحد ده؟ الطريقة اللي بيعاملني بيها الناس اللي حواليا لسه زي ما هي، ولكن لسبب ما بحس براحة أكبر في الضوء أكتر من قبل كده، على الرغم من إنني لا أزال مش قادرة أتحمل سيو وما زلت عايزة سيرجي. من الواضح إن السيرجي مفيش أي نية للعودة. أنا مش الشخص اللي اتغير، هل هي امنياتي؟ ولكن دلوقتي مش مهمة. احتاج اني اكون مركز الاهتمام قدر الامكان عشان اخلي سيو يفقد اهتمامه بيا. انستازيا بتكون قاعدة بتسرح شعرها بالفرشة، وفجأة باب الغرفة بيخبط وبتقول يا ترى مين؟ بعد ان اجبرني سيو على العودة ما كانش عندي اي رغبة في قضاء 24 ساعة يوميا معه، لذا فقد قمت الان بمنع اي احد من دخول غرفتي. وساعتها راحت عشان تفتح الباب وبتقول بتمنى ما يكونش سيو. وفجأة بتكون الخادمة وقالت لها عايزة ايه؟ فقالت الخادمة وصلت الهدية دي باسمك وجت مرة اخرى من عائلة البارونة ميلباغ، بتكون ام سيرجي. فقالت انستازيا يا ترى ايه ده في الوقت ده؟ فقالت الخادمة أرسلت البارونة هذه الهدية، ومع ذلك لا أعلم بقدر ما أستطيع الحكم إن الشيء ده مفيد لصحتك، التعبير عن قلقك بشأن رفاهيتك. فقالت أنستازيا هبص عليها لاحقا. لو كان ده كل حاجة روحي دلوقتي، في حاجة تاني؟ فردت الخادمة أيوة أنا. وفجأة بيكون في حد خلف الباب، وبتقول أنستازيا في حد خلف الباب فقط هو سيو اللي يمكنه الاستعانة بالخادم عشان يجي لغرفتي. لا استطيع السماح له ان يقرب لغرفتي. فقالت الخادمة في دعوة في اسابيع القادمة هيتم عقد حفل راقص في القصر الامبراطوري، وانا محتاجة اخد مقاس لفستانك. فقالت انستازيا ببالها الرقص. فقالت الخادمة أنا بعتذر، كان المفروض أقولك من قبل كده. أنا مستعدة إني أخد مقاساتك الآن لو سمحت ليا. وساعتها الشخص اللي ورا الباب جري، وقالت أنستازيا لو كنت وصلت ليه كان بإمكاني إني أتأكد من هويته وتحذيره من الاقتراب من غرفتي مرة تانية، ولكن هذا أفضل. فقالت أنستازيا للخادمة أنت ما قفلتش الباب لما دخلتي. فقالت الخادمة
انا اسفة، كانت بيدي ممتلئة ونسيت تماما اغلاق الباب خلفي. فقالت انستازيا ببالها في هذه الحالة يمكن السماح لشخص ما بالدخول دون دعوة. وقالت في بالها الآن في طرد من البارونة، أراهن إن هذا الطرد هو السم السيو. وساعتها قالت إن اللي بيحصل أمر مدهش، من المفترض إن مفيش موسم، لكن فجأة هناك رقصة مش متوقعة. فقالت انستازيا أمر مدهش فعلا. فقالت الخادمة وكمان انتهى موسم الصيد، وفي النهاية جلالته هو اللي كسب وهو رجل العالم. يا ترى بيكون مستخبي ايه في الهدية اللي جت لانستازيا؟ ويا ترى هتنتقم ماريا من سيو وانستازيا ازاي؟ وده اللي هنشوفه في الحلقة الجاية، استنونا. وبكده يكون انتهى الفصل. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام.